صراحة المشهد ده زعلني قوي ومش محترم خالص من لاعب الجزائر. حركة غير أخلاقية أبدا، صراحة حركة قذرة أبدا ولا يمكن تقبلها. أعفن لقطة وأخيب لقطة تقدر تشوفها في كوب دافريك دابا. ما كانتش لقطة حلوة أبدا منك يا عمورة إنك تسخر من هذا المشجع الكونغولي الأيقوني لبطولة الأمم الأفريقية. تمشي وتستفز أحد رموز الكونغو الديمقراطية، فرها التربية يا فر الأخلاق. عمورة للأسف عمل تصرف ما يليقش أبدا بلاعيب كورة، مش ما يليقش بجزائري، ما يليقش بلاعيب كورة أصلا. تصرف وقح، اللي ما يقال عليه إنه وقح فعلا بجد. عمورة كوايري فنان رابيد ولكن ما مربيش، وحشومه وعيب وعار تصرف اللي يصدر منه. عمورة هنايا شكلتها بشكل كبير جدا، ماهيش مناسبة تماما أنك تهين رمز من رموز أمة ولا شعب من الشعوب. هذه ماشي اللي كتضحك عليه، جزء كبير منه بسببه نتايا لابس داك التوني وكتجري وبلادك مستقله. باش تكون على بال الشعب الجزائري باللي باتريس لومومبا على بالكم باللي يعاون الجزائر 300 بندقية ضد المستعمر الفرنسي. ثم هذا الانسان لازم نكرموه، ماشي نديروا له لقطه كيما هذه. هذاك لومومبا دافع على بلادك، كان اكبر رئيس دعم وساند الثوره الجزائريه. إخوان، هذه الشخصية ناضلت ضد الاستعمار الأوروبي وكانت حياته ثمنا لهذا النضال اللي كان يخوض فيه لومومبا من أجل الجزائر ومن أجل قضاياهم ضد المستعمرين الفرنسيين وضد المستعمرين الآخرين. هذاك المشجع راه يحاكي باتريس لومومبا، رمز كبير من رموز التحرر ورمز من رموز الكرامة الإفريقية. أراد بناء دولة إفريقية عندها كرامة دون تدخل من أوروبا، وانتهى به الأمر باغتياله من طرف الدولة البلجيكية. الراجل ده فضل يحارب الاستعمار ده، وان هم كمان البلجيكيين اختلوه بطريقه بشعه قوي. عايز اقول لك ان اللي شفته على اكس ان هم اختلوه اللي هو بالانصهار. انت متخيل اختلوه بالانصهار؟ مما احترمتيش هذيك الوقفه ديال هذاك الكونغولي وما عرفتيش المعنى ديالها، راه ديك 2 مليون شهيد ديالكم ضربتيها في زيرو ولدي. ما انت برضو بلدك فضلت تعاني وتحارب الاستعمار الفرنسي وبلد المليون شهيد، بس انت شكل كده والدك وجدودك معلومكش تقريبا كده، معلومكش احترام الغير واحترام مشاعرهم كمان. ها ويعطي الكازيات زعما مع شنو دار فهاد الامس. هذا واش دار؟ هذا واش دار يا رب الزي؟ يقولوا لي كاس افريقيا من اللي بدات يمثل احد رموز الشهداء ديال الكونغو الديمقراطيه. انت كيجي شي واحد يابو الزباير خنز يدير الامير مولاي عبد القادر كيقولوا يدفن عليه ولا يطيح له ولا يستفزو. مفيش اي حاجه في الدنيا تدعو ان انت تستهزأ بشخص ايا كان لونه وجسمه وعرقه وبلده. يعني انت خلاص فزت وكل حاجة، عايز ايه تاني؟ رايح ليه بتسخر من مشجع كان عامل اجواء في المباراة؟ كوكا موليدينجا مش بس وصل رسالته لأفريقيا، وصلها للعالم كله، خصوصا بعد تكريم رئيس الكاف متسبي ليه بعد نهاية مباراة الجزائر والكونغو. هي دي افريقيا وهو ده جمال افريقيا، هو ده جمال التشجيع وهو ده الروح. شوف انت كسرت بنفس المشجع بالطريقة اللي انت عملتها دي. انتوما كتعطيو واحد الصورة على بلادكم وكتزيدوا تأكدوا للناس داكشي اللي كيتقال عليكم، والتصرفات ديالكم هي اللي كتكون دليل عليكم. ماشي غير هو، شفت شحال من انفلونسور جزائري اذا ما باغيتش مرقنوا بلومومبا. الله يهديكم. وكنعتذروا من المشجع الكونغولي وكنقول له سيدي حنا بلد منظم وكنطلبوا منك السماحه واسمح لينا. اودي نيجيريا كتسناكم، لقمان عثيمين.